يلا تعالى ورايا. وبما ان عندي عزومه النهارده فلازم انا اطبخ، علشان ايه اللي ياكل من عندي يطلع مستشفى على طول، ربنا يستر. بدات اقطع البطاطس زي ما انتم شايفين، محدش يقطعها كده بسرعه عشان ايه، ده شغل معلمين طبعا. اللهم لك الحمد، تمت المهمه بنجاح بدون خساره ولا صباع. ووزعت البطاطس وجبت صدور الفراخ، بدات اشيل الجلد زي ما انتم شايفين كده، والحمد لله سلخت قبل ما اذبح. ظبطت الصدور زي ما انتم شايفينها قدامكم كده، نغسلها بقى غسله جامده ومتينه. الفيلسوفه بقى اللي مفكره نفسها بتعرف تطبخ، علشان ريحه الفراخ تروح ولو فيها زناخه، ليمون وملح هيمالايا. الملح ده بتروح تجيبيه من عند العطار. اول ما تجيبيه كده تنقعي فيه الفراخ، وبعدين تجيبوا بهاراتك. بعد ما خلصنا غسيل الفراخ نبهرها بقى شويه بهارات جامدين كده زي ما انتم شايفين. معلم، معلم واستاذ، اللهم لا حسد. بهر يا برنس. هنسيبها رباعيه كده في التتبيله والبهارات بتاعتها زي ما انتم شايفين، ونبدا نرصها بقى في الصينيه بتاعتنا، صينيه البطاطس. يلا بينا. شوفوا الرصه، يعني دي رصه استاذ. كل واحده مفكره نفسها باشمهندسه وداخله لي المطبخ وعامله لي فيها فيلسوفه. الموضوع مش مستاهل يا جماعه، مش مستاهل تتجوز اصلا. وهنا بقى نغسل الخضار بتاعنا ونبدا نقطعه. طبعا زي ما انا قلت قبل كده وبرجع اعيد، دي تقطيعه معلم. هتحاولي تتفلسفي وتعملي كده يبقى هتخسري 4 صوابع وكف ايد، واحنا مش ناقصين نجري على المستشفيات ونخيط ونصرف عشان اكله ما تسواش. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. يلا يا معلم كمل تقطيع. بعدين نوزع الخضار اللي قطعناه كده في الصينيه بتاع الفراخ بتاعتنا كده ونظبطه زي ما انت شايف. بس بقى يا حبيبه ستك، منسوب الميه لحد هنا، مش تعملي لي لتر ميه على شويه فراخ ونرجع نلاقيها غرقانه. زي ما انتوا شايفين كده، حبه بصل، حبه طماطم، حبتين فلفل، شويه ملح. ده كيلو ملح ده ولا ايه؟ هو احنا بنحب الحاجات مالحه مش مشكله. مع شويه بهارات. معلقه الصلصه دي بقى عشان تديك اللون الذهبي اللي انت بتحبيه. ويجب ان نضربه في الخلاط ضربا مبرحا حتى يستغيث. استغاث نروح بقى نحطها على الايه، على الفراخ وصينيه البطاطس، ونسيبها على نار هاديه كده، واروح اعمل الاكله اللي جنبها. انا عازم قبيله. شويه ميه، شويه زيت، اكيد كده انتوا عارفين انا هعمل ايه للناس اللي بتفهم، مع شويه ملح بسيط. ولان معلم ولازم تتعلموا، يبقى انا هعمل طبخه كمان جنبها، يعني هعمل طبختين في نفس الوقت. بصلايه كده مفرمها، وبعدين نجيب بقى معلقه سمنه زبده كده زي ما انتم شايفين، او سمنه فلاحي، ونشوح البصل بتاعنا. وعبال ما يتشوح، حبايه طماطم مع معلقه صلصه، ونضربهم في الخلاط مع شويه ملح زي ما انتم شايفين كده ضربا مبرحا. وبعدين نحط اللحمه المفرومه بتاعتنا علشان نشوحها مع البصل. ما ننساش بقى الطبخه الاولى، لازم نكمل مع بعض وتبقى معلم كده وتسيطر على الاتنين، على المكرونه وعلى اللحمه. خلصنا المكرونه نروح نشوح برضو بقيه اللحمه شويه. ولان عازم قبيله يبقى لازم اعمل حاجه تسد معاهم، فعملت الرز. شويه شعريه نحمرها شويه كده، نحط عليها الرز. قلب يا معلم، خد مقاساتك، حط الميه، حط ملحك، غطي الرز. يبقى كده خلاص الرز ايه، في الصغر. صينيه البطاطس بالفراخ بقى استوت، حطيناها في وش الفرن كده عشان تتحمر تحميره جميله. نرجع بقى للاكله اللي انتم مش عارفين هي ايه. يلا نحط شويه حليب كده زي ما انتم شايفين. مع الحليب بقى هنجيب الخلطه بتاعت الاكله الاولى، ايوه خلطه البشاميل، ومحدش يحسد. نقعد نقلب، اهم حاجه عشان ما تكلكعش. بعد ما عملنا الخلطه المكرونه، نحط اللحمه عليها ونبدا نوزع الخلطه زي ما انتم شايفين. هو توزيع مبدئي بس، المهم الحمد لله اتوزعت. جبنه موزاريلا بقى، يا سلام عليك عشان تمط معاك. شوفوا صينيتين مكرونه بشاميل، يلا بينا على وش الفرن. طبعا مش محتاجه اوصف لكم هتبقى طالعه شكلها ايه، لان زي ما انتم شايفين كده معلم، معلم ولازم تتعلموا. وكده بقى الاكل بتاعنا جاهز، صينيه البطاطس بالفراخ، البشاميل، حاجتنا الجميله. يلا بينا، البشاميل جاهز، يلا بينا على السفره. يا سلام، يا سلام، فنان، فنان والله يا ابني. بشاميل وبطاطس بالفراخ، وشايفين الرز حبه وحبه، سلطه. وكده انتهت طبختنا اليوم في حلقه يا حبيبه ستك. السلام عليكم.